فلانة تفشانة مثل ما عودتكم، مثل كل مرة دايما تكون فلانة محط الأنظار، كل العيون عليها والانتقادات، ممكن لأني شي مميز فريد من نوعه. بداية حبيت أوضح، فلانة ما تزعل من الانتقادات، لأن واثق الخطوة يمشي ملكا، وفلانة تمشي ملكة. أنا أشوف هذه مكملات لفلانة ودعاية مجانية. طبعا من بعد ما طلعلي بشارة طلعلي واحد ثاني اسمه إشلي، يعني من جد إشلي. أولا حبيت أقول مبروك المرتبة الثانية. ثاني شغلة هو يقول من فين طلعت لنا الجروبات. أول شي أنا من سنة 2009 مسجلة باليوتيوب، يعني كيف تقول هذه من فين طلعت لنا؟ يعني حسستني إني وحدة جديدة. وبعدين تقول جروب فلانة وش مجمعكم؟ أنا أقول لك مجمعنا الإخلاص، الحب، الصداقة. إحنا مجموعة مصممات مبدعات بقيادة الهاكر الورداب فلانة تفشانة اللي هي أنا طبعا. وتقول إنه المقاطع والأشياء هذه ما لها فايدة، يعني هاتولي فايدة واحدة، الفايدة إنه نظهر مواهبنا. يعني مثلا أنا عندي موهبة الغناء، موهبة الهاكر، وجروبي عندهم موهبة التصاميم، وبيننا منافسة بالتصاميم. أنا شايفة إنك أنت بدون هالمقاطع اللي قاعد تنتقدها ممكن ما في شخص اسمه إشلي. وبعدين على كثر انتقاداتك للناس، يعني أنا شايفة شعرك هذا أو الشوشة تبعك بيضة. يعني مثلا مخرج سينمائي كبير بالأوسكار، ماخذ جائزة أوسكار وتعبان وشقيان من كثر التفكير وصاير شعره أبيض. يعني أنا ماني شايفة أحد بالعمر هذا يكون شعره أبيض، بس بالأخير صار شكلك يعني يشبه فنان سوري. بس اللي ضايقني بالمقطع انه مسوي مقارنة بيننا وبين بنات منحطات كاميرا. في النظام الشاشات الصوتية في شاشات محترمة وفي شاشات منحطات حقت كاميرا، فدولة منهم، فدولة تبع صورة كفاية نكاتهم، يعني ما يبيلها تفسير. انت رجال مو قادر تنطقها، لكن انا وجروبي نكاتنا براءة. فلانة يدل على البنت اللي ما تبغى تقول اسمها تفشانة، يعني أنا تفشانة من جد. فدخلت النت أتكتك واتسلى مو مثل بعض. ممكن أنا بحكم إني هاكر وهكرت الشاشات الصوتية المنحطة تبع الكاميرات، شتت شملهم وقطعت رزقهم، فسجلوا ذول البنات المنحطات كلها انتقام مني لأني قطعت رزقهم. يعني صراحة باسمي أعتذر لليوتيوب على هيك أشكال وسخة. طبعا تحية لجروبي، أقول لهم أنتوا أرقى من كذا وأحلى بكثير من هالأشكال. ذولا بنات منحطات، حرام حتى إنه هو إيش اللي ينزل. وبالنهاية يعني أنا شايفة إنها وجهة نظرك ولازم أحترمها، وكل له راية ومزاجة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. القنوات الناقدة هذه دايما تضحكني، يعني بدل ما أشوف إنها تسيء لي أو إنها تنتقدني بالعكس تضحكني. وبدليل حبيت المقطع إشلي بالبداية كانوا مسوي له كاركتر كذا واحد أصلع، فماني عارفة هذا إشلي ولا عباس النوري. في فلانة تفشانة مرة الحلوة موتو.